طبعا غسله طبعا الرز وحاطه له بقى الملح. هنزل على طول كده على طول بقى الكافيه على البصل على طول. وجبت بقى الطاسه احط فيها ايه معلقه من السمنه كده، ممكن احطها سمنه بلدي او شويه زيت عادي. بدأ بقى البصل بدأت تاخد لونها اهيت. ممكن احطها حته فلفل برضه. حطيت ايه فلفل حامي كده اهوت، احط برضه اغسله كده بدي ريحه كده جميله. مش عايزه احطها لونها بقى ولا حاجه، بس انا هحط شويه الكركم كده يتخلطوا كده مع البصله. عايزه بس اللون ما شاء الله جميل جدا اهوت، شايفين بقى اللون مش باين طبعا في الكاميرا ظلمه كده الموضوع بقى شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما كنتش غاسله الرز كنت نشفته بقى كده وكنت ايه مع البصله، بس طبعا لما كنت بقى ايه مستعجله لما كنت بقى كده شايفين ما شاء الله اللون. طبعا هحط له بقى الكركم. عايزه اروح بس ايه اللون بتاعه ما شاء الله جميل جدا، ونفسي بس الحله ما تقعش مننا. شايفين بقى اللون بتاعه جميل جدا اهوت. عايزه اقول لكم 5 دقايق هيطلع معانا احلى واجمل رز جميل جدا ومفلفل، مش هياخد مننا وقت خالص. هحط بقى شويه المكسرات كده وكل حاجه هتبقى جاهزه في دقايق تكون جاهزين. احلى واجمل رز سريع كده محدش منه وقت خالص، في دقايق كنا مخلصينه. بعد كده بقى هجيب بقى شويه المكسرات بقى مع الزبيب والحاجات دي كلها واشوحهم بقى كده على النار في معلقه سمنه عاديه او سمنه او حته زبده او حته سمنه بلدي عادي الموجوده عندنا عادي. بس ايه عليه النار كده. الحمد لله كده انجزنا اهو مش مننا وقت خالص. برضه هحط عليها زبيب كده وشويه من الكاجو كده منظر كده ولا كده طبعا عارفينها ومعمول مستعجله يعني. بقى قطعة ايه سمنة بلدي كده اهيت. الزبيب كده والمكسرات الجميلة دي ان شاء الله الزبيب بتاعه جميل جدا. كده الدنيا منورين ومشرفين ما تحرمش منكم ابدا. في دقايق كده نكون حاطين بقى كده ايه طبعا ولعت النار اهوت على الطاسه ديت اهي. ولعت بقى النار كده علشان طبعا ايه نعمل بقى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نورتوني وشرفتوني واسعدتوني ما تحرمش منكم ابدا. تسلموا كل اللي حط لايك، ربنا يحفظكم.